مشاهدينا الكرام من العاصمة الروسية موسكو، أحييكم وأرحب بكم إلى حلقة هذا الأسبوع من برنامج رحلة في الذاكرة. ويسرني أن أستضيف في هذه الحلقة الباحث أندري سيركوف. تابعوا هذا الملف ثم نبدأ الحوار. ثمة قول شائع مفاده أن الماسونية في القرن 21 غدت جمعية أسرار أكثر منها جمعية سرية. ظهرت هذه الجمعية في شكلها المعاصر في أوروبا عام 1717، وتعود بداياتها إلى روابط أخويات البنائين في القرون الوسطى التي راحت تظهر إلى الوجود في مرحلة بناء المعابد القوطية الضخمة. استمرت عمليات البناء تلك عشرات السنين، وكان العمال يعملون ويعيشون مدة طويلة في مواقع البناء نفسها مع بعضهم جنبا إلى جنب، وحيث يحتفظون بأدوات العمل في مبنى صغير يسمونه اللوج أي النزل، وللكلمة معنى آخر هو المحفل. نمط الحياة هذا دفع الحرفيين إلى تشكيل اتحاد مهني، فصاغوا قواعد للعلاقات فيما بينهم وقواعد لقبول رفاق جدد في الجمعية وأخرى لفض الخلافات. ومنذ أواخر القرن 16 بعد أن توقف تشييد المعابد الضخمة، أخذ بالانتماء إلى هذه الجمعيات أشخاص لا علاقة لهم بالبنائين، وكان هؤلاء من الأثرياء والعلماء، وعندهم على الأرجح ولدت فكرة استخدام الطقوس الظاهرية لأخويات البنائين ورموزها ومصطلحاتها، وذلك بغية تأسيس جمعية جديدة. بقيت أدوات البناء هي الرموز الرئيسية عند الماسونيين، أي الفرجار والزاوية، كما استخدموا في طقوسهم الإزميل والمطرقة والشاقول ومسطرة المعماري، كما أن العنصر الرئيس للباس البناء الماسون هو المئزر، وقد استخدم أيضا. تنتشر الماسونية اليوم في العالم كله، ويقدر العدد الإجمالي للبنائين الأحرار في العالم بحوالي 4 ملايين شخص. لم تؤسس محافل الماسونيين في أوروبا فقط، بل أسست أيضا في اليابان والهند وأستراليا والقسطنطينية وإزمير وحلب، وثمة محافل في رأس الرجاء الصالح ومدغشقر والجزائر وتونس والمغرب والقاهرة والإسكندرية. تنص المبادئ العامة للماسونية على أنها اتحاد أناس أحرار ذوي أخلاق حميدة من جميع الأعراق والقوميات والأديان. وهدف أخوية البنائين الأحرار تلخصه عبارة واحدة تدعو إلى إصلاح نفوس الناس ذاتياً وتنويرها من أجل تهذيبها. ومع ذلك، وبغض النظر عن التعريف البريء للماسونيين، فقد كانت أساطير شتى تكتنف نشاطهم، ظلال شيطانية تسربله دائماً. وكما يشير الباحثون، ظهرت حول الماسونيين هالة عظيمة وكأنهم يقررون مصير الدنيا، وذلك لأن كثيرين من إخوة الجمعية كانوا سياسيين وكتابا وقادة عسكريين وملحنين وموسيقيين معروفين. كان من الماسونيين كل من مصطفى كمال أتاتورك، نابليون بونابرت، موتزارت، بيتهوفن، تشرشل، فولتير، جوزيبي غاريبالدي، وهناك من الرؤساء الأمريكيين جورج واشنطن، تيودور روزفلت، فرانكلين روزفلت، وهاري ترومان، وجيرالد فورد. وبين الشخصيات الروسية الشهيرة التي لعبت دورا هاما في تاريخ البلاد كان عدد غير قليل من الماسونيين. أما القائمة الكاملة بأسمائهم فلقد درسها ودققها رئيس قسم المخطوطات في المكتبة الروسية الحكومية البروفيسور أندري سيركوف. سيد سيركوف، طبت أوقاتك. نهاركم سعيد. سعيد برؤيتك في برنامجنا. وأنا كذلك. طبعا موضوعنا اليوم غير مألوف وحساس بعض الشيء، وربما ما كل شخص قد يوافق على الخوض فيه أمام الكاميرا. وأعترف لك بكل صراحة أن البعض رفضوا المشاركة في برنامجنا للحديث حول هذا الموضوع. ربما كان رفضهم لأسباب وجيهة. ربما. أعتقد أن الإشكالية في دراسة الماسونية تستحق اهتماما خاصا، ولذا أود أن أسألك في البداية عن النسبة التقريبية للأرشيفات الماسونية الموجودة في روسيا من مجمل المواد الأرشيفية المتعلقة بهذا الموضوع.
الموضوع؟ أعتقد أن نصف هذه الوثائق تقريبا موجود الآن في روسيا. حوالي النصف. نعم. وكيف حصل أن هذا الكم الكبير موجود هنا بالذات؟ ينبغي أن نبدأ من الماضي البعيد. في عام 1935 أسس في الريخ الثالث المعهد العقائدي الخاص نينيربي، أي جمعية الإرث السلفي، الذي درست فيه من ضمن أمور أخرى عهود الماضي اليهودي الماسوني كما سمي آنذاك. لقد استولى الألمان في أثناء احتلالهم لأوروبا على الأرشيفات الماسونية لمختلف بلدان العالم. وفي عام 45 بعد أن دخلت القوات السوفيتية برلين، صادرت مفارز خاصة من الجيش الأحمر جميع تلك الوثائق ونقلتها إلى الاتحاد السوفيتي، ولم نبدأ بإعادتها إلا بعد سنين طويلة بعد مرحلة البيرسترويكا أواخر ثمانينيات القرن الماضي. ولكن أبقيت في روسيا صور عنها على شكل ميكروفيلم، علما بأنها لم تحظى بما ينبغي من الدراسة حتى الآن. هناك مجموعة من مؤرخي الماسونية الذين يشتغلون بجد أو نشاط على دراسة هذه المواد الأرشيفية، حتى أنهم يأتون إلى روسيا خصيصا لهذا الغرض. وما هو أقدم تاريخ تحمله تلك الوثائق؟ بداية من القرن الثامن عشر، أي في حقيقة الأمر منذ الجذور الأولى للماسونية، غير أن الكم الأكبر من الوثائق يعود للنصف الثاني من القرن الثامن عشر وما بعد. إذن حاول النازيون تجميع أكبر عدد ممكن من الأرشيفات الماسونية في كل البلدان التي احتلوها. نعم، شكلوا لجنة خاصة مناهضة للماسونية مارست نشاطها في فرنسا، وقد أقام أعضاؤها من خبراء الريخ الثالث أولئك في أحد أفضل فنادق سكوير راب، وإلى هناك راحوا ينقلون ويجمعون الوثائق العائدة للمحافل الماسونية. ثمة تصور راسخ عن الماسونيين كطائفة باطنية منغلقة على نفسها تماما، ولذا فإن إمكانية الوصول إلى وثائقهم أمر مستحيل عمليا. ونظرا لأن المحافل الماسونية تقوم على مذاهب سرية لا يتاح الاطلاع عليها لأي كان، فمن الصعب جدا الوصول إلى أرشيفاتهم السرية بحق، وإذا سمح لأحد بالاطلاع على شيء ما فيكون ذلك الأقل شأنا. ولنقل إنها الطبقة المرئية التي يوجد تحتها الأرشيفات الحقيقية والهامة فعلا، وهي ليست في متناول الناس إطلاقا ما لم يكونوا ماسونيين من أرفع المحافل. فإن الحقيقة وأين الخيال في كل تلك التصورات؟ الأمر جملة وتفصيلا ليس كذلك بالمطلق، وبناء على ما جرى في روسيا أؤكد أن الأمر كله ليس على هذا النحو. لنأخذ مثالا على ذلك متحف روميانتسف الذي نجلس ونتحدث بداخله الآن. هذا المتحف يضم أقدم مجموعات النقود والكتب والمخطوطات الأثرية، ويتألف أساسا مما يسمى أرشيف لانسكوي شيفسكي. وقد جمع هذا الأرشيف وزير الداخلية سيرجي لانسكوي الذي اشتغل كثيرا على هذا الأمر. وفي أي فترة كان وزيرا؟ في عهد الإمبراطور ألكسندر الثاني في النصف الثاني من القرن التاسع عشر. وأشير بالمناسبة إلى أن فضلا كبيرا يعود إلى لانسكوي في تطبيق إصلاح عام 1861 الذي حرر الفلاحين من نظام العبودية. وكان وزير الداخلية لانسكوي في الوقت نفسه زعيم المحفل الإقليمي الكبير، وكان الماسونية الأكبر في روسيا. كانت في عهدته الأوراق التي جمعت منذ لحظة حظر الماسونية في روسيا عام 1822. وبعد وفاة سيرجي لانسكوي في عام 1862 قامت ابنته مع المؤرخ ستيبان يشريفسكي بتسليم الأرشيف إلى الدولة. كانت مواده متاحة للعموم. كان الكاتب الروسي الكبير ليف تولستوي من أوائل الذين راجعوا مواد هذا الأرشيف، ففي روايته الحرب والسلام الشهيرة أسهب في استحضار الخطب الماسونية وطقوسها. تقصد وصف انتساب أحد الأبطال بيزوخوف إلى المحفل الماسوني؟ نعم، وصف تولستوي كيف انتسب بيزوخوف إلى المحفل الماسوني وماذا جرى هناك. فقد درس تولستوي الوثائق بكل عناية واستند في وصفه إلى مواد بعينها. جاء في الرواية أن شخصا اسمه بازدييف هو الذي نسب بيزوخوف إلى الماسونية، والنموذج الواقعي لبطل الرواية هو الماسوني المعروف الإقطاعي أوسيب بازدييف الذي درس تولستوي خطبه في نصوصها الأصلية. ولكن لابد من وجود محافل مغلقة تماما، صحيح؟ موجودة ربما، لكنها ليست محافل ماسونية بمعنى الكلمة، بل تجمعات مشابهة. سأحاول التوضيح. منذ النصف الثاني من القرن الثامن عشر كفت الهياكل الكلاسيكية للماسونية عن أن تكون الوحيدة في الميدان. كان في الماسونية الكلاسيكية 3 درجات للعضوية: درجة التلميذ، ودرجة أهل الصنعة، ودرجة الأستاذ. ومع الزمن راح الأساتذة ينشئون درجات عليا للماسونية خاصة بهم،
فتشابكت الدرجات العليا الكلاسيكية والمستحدثة مع بعضها بعضا. ولكن ما جرى هو أن الهياكل الماسونية الدنيا صارت مفتوحة ومتاحة، بينما لم يعرف شيء عن نشاط الدرجات العليا. وهكذا فإن نشاط هذه الفئة أو نشاط الرؤساء المخفيين لم يكن متاحا عمليا، ولا يعرف عنهم أي شيء، وحتى أسماؤهم تكون مجهولة أحيانا. لو عدنا إلى وزير داخلية الإمبراطورية الروسية لانسكوي، هل صحيح ما فهمته من كلامك أن الماسونيين كان لهم تأثير على إلغاء نظام القنانة أو الرق في روسيا في منتصف القرن التاسع عشر؟ طبعا، ولو أن الماسونية كما أشرنا عليه كانت قد حضرت رسميا في عام 1822، لكن الماسونيين فعلا واصلوا ممارسة الشأن العام على صعيد العمل الرسمي في الدولة، كما أن العمل الخيري هو أحد الأسس عندهم. لذا فإن تلك المنظمات كلجنة الوصاية على الفقراء أو مختلف مآوي الأيتام بقيت بالرغم من كل شيء تحت سيطرة البنائين الأحرار. وعند إلغاء نظام الرق كان الماسونيون في الواقع يخدمون في بعض مناصب الوزارات التي كانت تشتغل على هذا المشروع. وعلى سبيل المثال كان أفرام نوروف وزيرا للمعارف، وسيرجي لانسكوي وزيرا للخارجية، وقبله شغل هذا المنصب ماسوني آخر هو دمتري بيبيكوف. أي أن جميع هؤلاء كانوا إداريين موهوبين، لا في المحفل الماسوني فقط بل وعلى صعيد الدولة أيضا. أي أن القياصرة كانوا يباركون هذه النشاطات عمليا؟ نعم، بل إن ثمة فرضية تقول أن القيصر ألكسندر الثاني عندما كان لا يزال وليا للعهد قد أودع سر الماسونية وهو في بريطانيا. وثمة فرضيات عن أباطرة آخرين، لكنها تبقى فرضية. فمن المثبت بالوثائق أن الإمبراطورين بافل الأول وبطرس الثالث كان دون مشك وبما لا يقبل التأويل من البنائين الأحرار. أود أن أسألك عن علاقات الماسونيين بتدبير الثورات، فمثلا كان الماسونيون الروس على علاقة وثيقة بالماسونيين الفرنسيين، وفضلا عن ذلك كانت روسيا على علاقة ثقافية قوية مع فرنسا، وشعار الماسونيين الفرنسيين أي الحرية والمساواة والأخوة تطابق تماما مع شعار الثورة الفرنسية. وبالتالي أفلم يصب الماسونيون الروس بعدوى الروح الثورية من الماسونيين الفرنسيين إلى درجة قد تجعلهم يقومون بانقلاب ضد القيصر في روسيا لإقامة الجمهورية كما حصل في فرنسا؟ نعم، لا شك في نفوذهم آنذاك، ولكن لدي تدقيق تاريخي صغير. اللغة الفرنسية والثقافة الفرنسية غلبتا في المجتمع الروسي ابتداء من أوائل القرن التاسع عشر. أما في القرن الثامن عشر عندما ظهرت عندنا الماسونية فاللغة الألمانية كانت الأكثر انتشارا في روسيا. لذا فإن تأثير الماسونية الألمانية في القرن الثامن عشر على الماسونية الروسية كان أكبر بكثير من تأثير الماسونية الفرنسية لاحقا. الإمبراطورة إكاترينا الثانية استحسنت انتشار الماسونية. نعم، كان في عهدها العديد من رجالات الدولة ماسونيين. وما هي أبرز الشخصيات الماسونية في عهدها؟ هل هم كثر؟ لا شك في ذلك. من أبرزهم على سبيل المثال؟ بينهم أسماء لامعة لأناس صنعوا تاريخنا، كالقائد العسكري العظيم ميخائيل كوتوزوف والقائد الأعلى للجيش ألكسندر سوفوروف. كانا ماسونيين؟ طبعا، وهذه حقائق معروفة. وماذا جنيا من ذلك؟ يعني هل كان ذلك يمنحهما مكانة خاصة أو درجة مرموقة، أم أنه كان يتيح توسيع إمكانياتهما أو مثلا تعزيز مواقعهما على المستوى العالمي؟ لماذا كان أمثال هؤلاء بحاجة إلى الماسونية؟ عمليا كان ذلك يوفر الفرصة للتقدم في سلم الخدمة وبقدر لا بأس به. لنأخذ بالاعتبار على سبيل المثال عدد الجنرالات الألمان الماسونيين الذين كانوا على رأس الجيش الإمبراطوري الروسي، مثلا الجنرال جيمس كيت الذي يعد مؤسس الماسونية الروسية. وهكذا فإن كوتوزوف وسوفوروف انضما إلى الماسونية وهما في رتبة ضابط صغير. وكيف تفسر ذلك؟ جنرالاتهم كانوا من البنائين الأحرار، وعمليا كل المحيطين بالإمبراطورة يكاترينا كانوا في عداد البنائين الأحرار أو من مؤيدي الماسونية النشطاء. فضلا عن ذلك انتسب العديد منهم إلى المحافل الماسونية غالبا في الخارج، الأمر الذي ساعد هو الآخر في إقامة علاقات جيدة. على سبيل المثال كان ألكسندر سوفوروف عضوا في محفل كينغسبيرغ الذي كان يعتمد في نشاطه اللغتين الألمانية والروسية. وإبان حرب السنوات الثمان في أوروبا بذل سوفوروف في بداية حياته العملية الكثير كي تنتقل
كينيغسبيرغ التي استولى عليها الجيش الروسي إلى الثقافة الروسية، وذلك اعتمادا على علاقاته في إطار الماسونية. وتحولت كينيغسبيرغ البروسية إلى كالينينغراد الروسية الآن. نعم، وبمثل هذا النجاح تمكن ألكسندر سوفوروف في أثناء تسنمه مناصب هامة في إدارة بروسيا الشرقية من إقامة علاقات مع السكان المحليين والنخبة المحلية. إن تعرفه بالماسونيين وانتمائه للمحفل الماسوني منحاه إمكانية إدارة هذا الإقليم بهدوء. قل لي من فضلك، هل توجد فعلا عند الماسونيين علوم خفية، أو على الأقل عند ماسونيي الدرجة العليا؟ أقصد العلوم التي ربما أعطت أفضليات للترقي في السلم العسكري أو السياسي، أم أن ذلك كله مجرد افتراضات، والماسونية لا تقدم للشخص أي معارف خاصة من شأنها أن ترفع المستوى الاجتماعي السياسي للفرد الماسوني؟ الماسونيون أنفسهم نشروا وروجوا أساطير خرافية، وهي أساطير تزعم أن أصولهم تعود إلى فرسان الهيكل تارة، وإلى العاقبة تارة أخرى، وعلى العموم إلى مختلف المنظمات ذات الصلة بأخوية فرسان مالطا أو فرسان الهيكل. هذا كان على الدوام، وكأنهم خرجوا من سفينة نوح. نعم، كانوا يحبون وضع ترسيمات لأصولهم بدءا من نوح، أو ترسيمات بأن تاريخهم يبدأ من آدم وهلم جر، وأن أسرارهم كانت محفوظة في برج بابل الشهير. نعم، ولذا فإن الأساطير الماسونية التي ترجع تاريخها إلى زمن بناء برج بابل شيء عادي. أي أن الماسونيين اخترعوا هذه الأساطير عمدا؟ طبعا، هذا ما أعنيه بكلامي. الخرافات ضرورية، ولكن لماذا؟ سعت البشرية دائما نحو المعارف السرية، ولم يكن مهما لها إن كان وراء الخرافات شيء ما أم لا. هذا لم يلعب أي دور، كان المهم أن تشعر بأنها شريكة في سر ما من أسرار الكون. من أسرار الكون، أو أخوية فرسان الهيكل، أو كنوز هؤلاء الفرسان بالذات. ومن أين ظهرت الأسطورة عن علاقة الماسونيين بالحكومة السرية العالمية؟ أنت تعلم أن ثمة من يرى أن أبناء العائلات الكبرى العالمية كآل روتشيلد وآل روكفيلر وآل مورغان وغيرهم على علاقة مباشرة بالجمعيات السرية التي لها صلة مباشرة بماسونيي الحلقة العليا، وأن أعضاء هذه الحلقة المفرطة في سريتها يلتقون دورياً بانتظام في نادي بيلدربرغ لبحث القضايا الهامة في السياسة العالمية وإقرار الاستراتيجية العالمية ل20 سنة قادمة وما إلى ذلك. هل هذه الادعاءات صحيحة؟ كلا، لنتناول ذلك بالترتيب. أولا، لا وجود لوثائق من شأنها أن تؤكد الأساطير عن وجود علاقات للماسونيين بحكومة الظل العالمية. ولكن من ناحية أخرى، إذا تكلمنا بموضوعية وأمانة، فإن الماسونيين حاولوا إقامة منظمات من شأنها أن تغدو بهذه الدرجة أو تلك بنية عالمية من قبيل حكومة ظل، غير أن أي محاولة من محاولاتهم لم تكلل بالنجاح. وفي أي مرحلة جرت تلك المحاولات؟ بدأ من القرن ال18 عندما قسموا أوروبا كلها إلى 8 أقاليم ماسونية، وقرروا من سيكون من بين الشخصيات السائدة على رأس الأخوية الماسونية الأوروبية كلها. ويجب أن نأخذ بالاعتبار أن جميع ملوك أوروبا كانوا على درجة ما من القربة. كان ذلك مشروعا جديا. في عام 1771 أصبح الأمير البروسي فرديناند براونشفايغ الأستاذ الأعظم لجميع المحافل الاسكتلندية، مع العلم أنه كان أخا لأنطون أولريخ الذي حاول بعد زواجه من وريثة العادة الروسية أن يعتلي العرش شخصيا في روسيا، لكن الفشل كان حليفا فأرسل إلى المنفى. وهكذا فإن براونشفايغ ترأس الماسونية حتى وفاته. طيب، هل يمكننا أن نصل إلى الاستنتاج بأن المحافل الماسونية تستدرج إلى صفوفها الفئات العليا تحديدا، لأنه من المشكوك فيه أن يتاح لبسطاء الناس الانضمام إليها بسهولة؟ وعلى الأرجح معظم الماسونيين كانوا من الأرستقراطيين أو من طبقة النبلاء، أو على الأقل من التجار والإقطاعيين الأثرياء. فهل يمكن الحديث عن الماسونية كنزعة دارجة، أي أنها كانت موضة إنجاز التعبير، وأرجو المعذرة على هذه الكلمة؟ كلا، هذه كلمة صحيحة وفي مكانها تماما. كان ذلك أشبه بألعاب تحت اسم المساواة، ولو أنها لم تعني شيئا، لأن الماسونية كما ذكرت بحق بقيت ناديا نخبويا، وحتى التقدم في هذا النادي لم يكن سهلا، وكثيرون طبعا لم يصلوا إلى الدرجات العليا. في روسيا كان النظام الماسوني السويدي هو الأكثر انتشارا، وطبقا لهذا النظام لم يكن بالإمكان الوصول إلى الدرجات العليا إلا للأشخاص الذين كانوا من النبلاء حتى الجيل السابع.
ولم يكن لأحد أن يشغل الدرجة العليا إلا الملك السويدي نفسه. والآن فقط في الآونة الأخيرة أو في العقود الأخيرة تغيرت هذه التقاليد قليلا، ومن العائلة الملكة في السويد لا ينتخب سوى الأستاذ الأعظم. أود العودة إلى سؤالي، فقد شططنا قليلا وابتعدنا عن موضوعنا، ولكننا ابتعدنا عنه بشكل ممتع جدا. سأورد مقطعا من كتابك كي يكون سؤالي مبنيا على أساسه. تقول إن استئناف عمل البنائين الأحرار الروس في النصف الثاني من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين كان مرتبطا بفرنسا غالبا، وتواصل القول إن الماسونيين في مرحلة النهوض الثوري عام 1848 أبدوا تضامنهم مع الراديكاليين الثوريين بحماس. يعني بالعودة إلى سؤالي، ألم يخشى القياصرة الروس أن تشكل محافل الشرق العظيم للشعوب الروسية المرتبطة بفرنسا خطراً قد يهدد عرشهم بشكل ما؟ لا شك في ذلك. لماذا إذن لم يوقفوا نشاطهم؟ كلا، فالماسونية بقيت محظورة منذ عام 1822. كلا، نحن الآن نفهم على نحو مختلف كلمة الحظر. أنا أفهم الحظر بمعنى الحظر الكلي والملاحق كما جرى في زمن ستالين عندما لم يبقى لهم أي أثر. مع ذلك وحتى عام 1905 كان كل موظف عند التحاقه بالخدمة عند الدولة يكتب تعهدا بألا ينتسب إلى أي محافل ماسونية وألا ينضم إلى أي جمعيات سرية. أي أن الدولة كانت تشعر بخطر ما. نعم، كانوا يرغمون الموظفين على كتابة تعهدات لا قيمة فعلية لها. ومتى بدأ تطبيق هذه القاعدة؟ بعد سلسلة من الثورات في جنوب أوروبا، بعد احتجاجات الكربوناريين الإيطاليين دعاة تحرير وتوحيد إيطاليا، وبعد الثورة في إسبانيا حيث لعب الماسونيون دورا فعالا. لعبوا دورا فعالا في جميع الثورات البرجوازية. نعم، كما أن المعارضين الروس الذين قاموا بثورة فاشلة في عام 1825 كان كثير منهم ماسونيين. ولكنك قلت أن الماسونيين مارسوا تأثيرا في موضوع إلغاء نظام الرق. إن أحد الأمرين لم يعق الآخر. فضلا عن أن الماسونية كانت محظورة رسميا، فهذا لم يمنع الماسونيين عن عقد اجتماعات فيما بينهم بشكل غير علني، لكنهم لم يسموا تلك الاجتماعات بمحافل الماسونية. كانوا يعقدون ما يسمى بالمجالس الفصلية، وفي إطارها كانوا يطلعون على أهم الكتب والمقالات الماسونية. ولم يتعرضوا للاعتقال ولم يحاول أحد فتح أمرهم؟ وبأي حجة أو تهمة. الاجتماعات العادية لم يحضرها أحد. أي أنهم لجأوا إلى العمل السري إن تحدثنا بمصطلحات السياسة. إلى العمل السري وإلى الاغتراب. كانوا يغادرون. هذا ما كان. ومع ذلك نشطوا وواصلوا التأثير على السياسة. لا شك في ذلك. واصلوا التأثير كما فهمت من كتابك عبر عملهم في دور النشر وإصدارات أدبية ومطبوعات دورية، وعبر إفصاحهم عن أفكارهم ولو بشكل مموه. لقد وجدت في الأرشيفات العديد من أسماء شخصيات ماسونية كهذه، واقتنعت أنهم أصدروا أدبيات كثيرة ليبرالية في طباعها وثورية في روحيتها. الروح الثورية تجلت أوائل القرن العشرين. قبل ذلك كانت الروح الليبرالية هي السائدة. يمكنني القول أن الأفكار الثورية ظهرت منذ أواخر القرن التاسع عشر. حينها كان الطموح لتغيير الحياة على نحو جذري يسيطر على عقول الكثيرين. أي أثروا بقوة على الجماهير. لا شك في ذلك، لا شك في ذلك. إذا لو تحدثنا عن ثورة عام 1905، من الطبيعي أن خسارة روسيا في الحرب ضد اليابان ساهمت في نشر الليبرالية في نظام الدولة الروسية، والمنظومات الماسونية كما فهمت صارت من جديد تتجمع وتنشط علنا بصورة شرعية. هل لك أن تحدثنا عن ذلك؟ قبل عام 1905 استطاع الماسونيون كما سبق وذكرنا أن يعقدوا اجتماعات مكثفة إما سرا وإما في الخارج. هناك أيضا انضموا إلى المحافل الماسونية. وفي شهر أكتوبر عام 1905 وقع القيصر بيان 17 من أكتوبر الشهير. نص هذا البيان على الحقوق والحريات السياسية بما في ذلك حرية الاجتماع والحرية الشخصية وحرية الضمير والحصانة الشخصية، وهذا ما فتح آليا الأبواب أمام انبعاث وشرعنة الماسونية من جديد في روسيا. لكن الماسونيين نشطوا في الأحزاب الثورية الأساسية، كانوا من الاشتراكيين الثوريين، أي لعبوا دورا في ثورة فبراير. نعم هذا ما كان. لقد لعب الماسونيون فيها دورا لا بأس به. يرى كثيرون أن الفضل في قيام ثورة فبراير في روسيا يعود للاشتراكيين الثوريين تحديدا. فعلا كان الماسونيون في هذا الحزب. كانوا في أحزاب أخرى أيضا، في الأحزاب الليبرالية، حزب التجديد السلمي والحزب التقدمي، وفي حزب الإرادة الشعبية، وفي الحزب الديمقراطي الدستوري، وفي حزب مجموعة العمل.
التي ضمت السياسي الروسي الشهير وهو ألكسندر كيرينسكي. إنه لم يكن اشتراكيا ثوريا كلاسيكيا. كيرينسكي كان ماسونيا أيضا؟ دون شك، كان سكرتير المجلس الأعلى لمحفل الشرق العظيم لشعوب روسيا، أي كان وجه الماسونية الروسية. وبعد تنازل القيصر عن عرشه ترأس الحكومة المؤقتة. تماما. وفي حقيقة الأمر كانت تشكيلة الحكومة المؤقتة عام 17 أساسا من أصحاب كيرينسكي في الماسونية. سيد سيركوف، شكرا لك ونأمل في مواصلة الحديث. شكرا لكم أيضا. مشاهدينا الكرام، بهذا نكون قد وصلنا إلى ختام حديثنا لهذا اليوم. تحدثنا في هذه الحلقة مع الباحث في التاريخ الماسوني الأكاديمي أندري سيركوف. تابعونا الأسبوع القادم. إلى اللقاء.